ايه رايك لو قلت لك ان في منصه عربيه بتخليك تبيع اي مهاره عندك وتستلم فلوسك بالدولار، وده وانت مش محتاج شهاده، مش محتاج خبره سنين، مش محتاج حتى راس مال. اللي انت محتاجه مهاره واحده بس، وانك تعرف تعرضها صح. في الفيديو ده هشرح لك منصه خمسات من الاول للاخر، طريقه التسجيل، لانشاء الخدمه، لفهم كل حاجه في الموقع بالتفصيل. كل ده هتشوفه دلوقتي قدامك خطوه، فركز معايا ويلا خليني اوريك الشرح. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا الشرح لازم تعرف يعني ايه خمسات. خمسات هي اكبر منصه عربيه للخدمات المصغره، ودي تاسست عام 2011 وفيها ملايين المستخدمين من مصر والسعوديه والامارات وكل الوطن العربي. الفكره ببساطه في الموضوع ده انك بتعرض خدمه بتقدر تعملها اونلاين وناس تانية بتدفع لك عليها، زي مثلا كتابه مقالات او تصميم او ترجمه او حتى برمجه او حتى تسويق او مونتاج او حتى تدريس، حتى الرد على رسائل العملاء موجود. اي مهاره حرفيا في حد محتاجها ومستعد يدفع لك عشانها. واهم حاجه في السحب انه متاح بطرق سهله، تحويل بنكي او باي بال. طبعا انت لما بتفتح الموقع هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف. دي المواجهه بتاع الموقع. عندك خمسات هنا تصنيفات معرفش ايه، تيجي هنا بيجيب لك حاجه اسمها خدمات شائعه زي تصميم هويه بصريه. الحاجات دي اقسام في الموقع. هنا هيجيب لك هنا تصفح الخدمات، هيجيب لك خدمات خيارات افضل لك، اسعار اقتصاديه تبدا معاك من $5 وهكذا. تمام. دي خدمات، طبعا خدمات مميزه، الخدمات اللي هي بتبقى مميزه خلال الاسبوع بيحطوها هنا في الواجهه بتاعه الموقع. لو جيت مثلا التسويق عبر يو جي سي، هنيجي دايسين عليها هيجيب لك الخدمات اليو جي سي اللي موجوده واللي تقدر مثلا. الموضوع ده انا شرحته قبل كده عندك، لو دخلت هتلاقيني شرحه. خش عندي على الموقع هتلاقي انا خدمتي حتى موجوده اهي، متحدث محترف امام الكاميرا لعرض خدمتك ومنتجك ومنتجاتك. دي الخدمه بتاعتي انا اهو زي ما انت شايف. فانا واخد رانك كويس في القسم بتاع اليو جي سي. طبعا ندخل نعمل حساب جديد. عندك هندوس على كلمه حساب جديد، يقول لك حط الاسم، اسم العائله، البريد الالكتروني، كلمه المرور، وبعد كده هتدوس قرات على الشروط وانا لست برنامج روبوت. بعد ما تسجل هيبعت لك رساله على الجيميل بتاعك، وبعدها تدوس تأكيد. هعمل تسجيل دخول ونيجي نشرح الموقع من جوه بالتفصيل. بعد ما سجلت ودخلت على الموقع هتلاقي الواجهه معاك بالشكل ده، يجيب لك كل الخدمات اللي موجوده. لو دخلت مثلا على مثلا مونتاج فيديوهات قصيره، لو انت مثلا بتعرف تعمل مونتاج، الكلام الجميل ده كله حلو. ده عندك الخدمات اللي موجوده على الموقع. هنيجي مثلا نجيب اي خدمه عشوائيه او اي خدمه مثلا مشهوره. حلو الكلام. عندك مثلا خدمات صاعده. دي هوريك بس حجم الناس بتستهون بالموقع ده، وهوريك حجم المبيعات عليه عامله ازاي. عندك مثلا الخدمه ايه. عندك مثلا الخدمه دي مثلا منتج ريلز وشورت مثلا. ده واحد بيعمل الريلز بتاعته مثلا زي ما انت شايف، تبحث عن محتوى يميز خدماتك. ده عامل الخدمه بتاعته بكام دولار؟ $15. زياده مده المقطع على دقيقتين بتضيف $10. يعني هو عامل $15، باع منها 22 خدمه. هنقول مثلا 15 في 22 $330. يعني الراجل ده لو مصري عامل له 15,000 كده، وهو برنس قاعد وحاطط الشغل بتاعه. والحاجات دي هعرفك ازاي تحطها دلوقتي. ودي تقييمات بتاع العملاء اللي اتعامل معاهم. حلو. طبعا انت عندك الاقسام بتاع الموقع او الحاجات اللي موجوده على الموقع. اول حاجه عندك خانه ادف خدمه، دي اللي انت بتضيف الخدمه بتاعتك. انا هنا واصل لحد الاقصى المسموح بالخدمات، يعني انا ضايف كل الخدمات اللي المفروض احطها على الموقع. انت ما ينفعش تحط خدمات كده بالهبل، لا، انت ليك ليميت معين تقدر تحط خدمات بيه على الموقع. فاهم قصدي؟ تاني حاجه يعني عندك التصنيفات دي بقى زي ما قلت لك اللي هي اقسام الموقع. تالت حاجه المشتريات، لو انت اشتريت حاجه على الموقع، لو انت اشتريت خدمه مثلا. رابع حاجه الطلبات الوارده دي لما حد بيطلب منك خدمه بتظهر هنا. زي مثلا انا عندي واحد كان طالب مني الخدمه دي وتم تسليمها، كلام جميل. وواحد تاني تم تسليم، او واحد تاني برضو طلب خدمه ولغاها وبعد كده طلبها مني تاني. فاهم الفكره؟ واحد برضو نفس السعر اهو، تم تسليم. ده واحد برضو طلب الخدمه وبعد كده اختفى ومش عارف. انت هتلاقي من ده كتير يعني. عندك هنا السيرش، تقدر تعمل سيرش باي حاجه. عندك هنا المتجر، لو انت مثلا حاطط في المتجر لو انت مثلا حاطط خدمه حاططها في السله وعايز تشتري كذا خدمه. احنا مش هنشتري طبعا، احنا بنعمل خدمات. حلو. اول حاجه هتيجي دايس هنا مثلا الرسائل. لو هنا عميل شاف الخدمه بتاعتك وعايز يتواصل معاك قبليها عشان مثلا تتفقوا على الخدمه هتسلمها له في قد ايه، يعني ممكن يستفسر منك على حاجه معينه، الكلام ده كله. هنا طبعا اشعارات، لو هنا مثلا حد ضاف تقييم للخدمه بتاعتي. دي الخدمه بتاعتي اهي. واحد هنا ضاف ممتاز جدا ما شاء الله، متعاون اقصى حد، الله يبارك فيه يا رب، انصح مش عارف. هو ضاف خدمه. التقييمات دي بتفيد معاك بعد كده ان لما حد يخش عندك
يشوف ان انت حد اتعامل معاك قبل كده، فيبقى عنده تبقى انت عندك مصداقيه ان كذا حد يطلب منك مره واثنين وثلاثه. عندك كده الخانات بتاعه الموقع، طبعا عندك الخانه بتاع البيانات، دي البيانات بتاعتك. انا حاطط طبعا بياناتي الكلام ده كله، انا خاص بايه، بعمل ايه، الكلام ده كله. عندي هنا تقييماتي، نجاح التواصلات، عامل مثلا 46 عدد عملاء مثلا. لو جينا ضربنا مثلا نقول يا عم متوسط عندي الخدمه ب $10، مش هقول لك بقى ب 15 والكلام ده كله. مثلا في خدمه عندي هنا اهو بحوالي $40 مثلا، 30 ولا 25. هقول مثلا انا اتعاملت مع 45 عميل، 46 عميل. حلو. هنقول يا عم ان كل عميل فيهم اعطاني 10، 46 في 10 ب $460. كلام جميل. انت قاعد في بيتك محترم، معاك خدمه بتعرف تعملها ايا كانت الخدمه، بتعرف تترجم، بتعرف تتكلم، بتعرف تطلع تعمل فيديوهات قدام الكاميرا. الفكره ببساطه ان انت مش تعرف، الفكره ان انت تعرف للحاجه اللي انت بتعرف تعملها. في ناس بتعرف تعمل حاجات كتير ومونتاج وتيك تيك تيك، بس ما بتعرفش تسوق للمنتجات بتاعتها. فاهم الفكره؟ فهو بقى فكره الموقع هو اللي بيسوق لك ده، اللي انت بتحط خدمتك وبعد كده خلاص بقى انا هسوق لك ايه الخدمه بتاعتك. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. بص عندك هتيجي هنا عشان تعمل خدمه، بتيجي تسعى على في خدمه. هنا انت ممكن تخلي الشات جي بي تي يساعدك، تقول له مثلا انا عايز اعمل خدمه كذا، او تاخد خدمه مثلا من عند حد، تاخدها مثلا زي كده مثلا، او مثلا عن الخدمه، وتيجي واخدها كوبي وتيجي حاططها في شات جي بي تي، تقول له انا عايز اعمل هنا مثلا، انا بعمل فيديو اليو جي سي. حلو. تقول له مثلا عايز اعمل انا مثلا عندي شات جي بي تي اهو، شات جي بي تي هتقول له كده بنفس النص. انت مش هتتعب نفسك في حاجه، عشان اغلب الناس ما بتعرفش تعمل النقطه دي. عايز اعمل وصف زي ده عن ترجمه مقاله. حلو. لموقع خمسات اهو، مقاله، لاني هحط الوصف في خدمه على موقع خمسات. كلام جميل. واجي حاطط له الوصف بتاعي. شوف يا باشا، حول لي الوصف اللي انا عامله اللي هو المعمول في الخدمه لوصف تاني خالص. هل لديك مقال وترجمه احترافيه مع الحفاظ على المعنى والاسلوب، مميزات الخدمه، ترجمه دقيقه. بص شوف الكلام، بيعمل اللي انت المفروض عايز تعمله في دماغك، بس انت مش عارف تعمله كتابيا. يعني حول النص كله، شوف، من يو جي سي لان انا عايز اترجم، ان انا اكتب مقال، ان انا اعمل. فاهم الفكره؟ لو عايز نعمل لك شرح تفصيلي اكتب لي في الوصف وهعمل لك ده. اكتب لي في الوصف، اعمل شرح تفصيلي عن النقطه دي، الجزئيه بتاعت الناس ازاي تكتب خدمه وتحطها على الموقع والكلام ده كله، خدمه كويسه والكلام ده كله، قول لي. بس الفكره ببساطه انت بتحط عنوان الخدمه. عنوان الخدمه اللي هو ايه؟ اللي هو عندي هنا اهو. يعني مثلا انا عندي الخدمه بتاعتي دي مثلا اهي، عندي اهي اول حاجه اهو زي ما انت شايف، دي نوع ده عنوان الخدمه اللي بيظهر للناس. بتحط انت عنوان جذاب وكويس، بحيث انه يبقى فيه كلمات الناس بتبحث عنها. زي مثلا عندي متحدث محترف، عندي امام الكاميرا لعرض خدمتك كذا كذا كده. وبحط هنا في الكلمات المفتاحيه اللي هي مثلا زي اليو جي سي، فيديو اعلان، ادز، الحاجات دي كلها. فاهم؟ هنا مثلا بيقول لي التصنيف ما ينفعش تبقى مثلا حاطط يو جي سي وتروح حاطط مثلا برمجه، ما فيش الكلام ده، غلط. فاهم الفكره؟ فانت لازم تحط حاجه ليها علاقه باللي انت، بالمجال اللي انت بتتكلم فيه او اللي انت بتقدمه. مثلا انا بعمل فيديو انيميشن مثلا، حاجه مثلا هنا فيديوهات اعلانيه اهي كده. انا الموضوع كله ماشي مع بعض. حلو. سعر الخدمه، ودي اهم نقطه، والناس كلها بتحط اسعار خزعبليه. انا من رايي في البدايه ان انت تبدا بسعر متوسط. مثلا لو انت شايف ان العملاء اللي على الموقع ده في المجال اللي انت شغال فيه بيشتغلوا ب $15 مثلا، يا عم اشتغل انت ب 10. شايفهم بيشتغلوا ب 10، لا خليك انت بخمسه. اعمل لك شويه خدمات كويسه، ويبقى عندك تقييمات زي مثلا دي، مثلا 5/5 اهو، وابقى علي براحتك. يعني انا اهو معليه دلوقتي بقت ب 15 مثلا، ممكن انا كنت حاططها ب 10. فاهم الفكره؟ مده التسليم دي معناها ان العميل ليه حق ان يلغي الخدمه لو انت تخطيت الوقت اللي انت حاطه. يعني مثلا لو حاطط يوم واحد، يبقى انت ملزم ان انت يوم واحد تخلص فيه الخدمه. فانت حط يومين بحد اقصى عشان تاخد براحتك. فاهم الفكره؟ وفي مشاريع بتاخد اكتر منك من كده، فانت يا باشا حط، بس ما تحط اللي هو ما تحطش وقت سريع ما تلحقش تعمل، وما تحطش وقت بعيد خالص. فاهم الفكره؟ هو الفكره كلها كده. كلمات المفتاحيه دي لازم تحط كلمات مفتاحيه 5 مثلا. زي ما قلت لك انا بتكلم مثلا عن متحدث محترف امام الكاميرا، تحط مثلا يو جي سي، مثلا فيديو.
فاهم اللي هي مثلا تحط مثلا ادز الحاجات دي. مثلا يقول لك هنا هو بيديك اقتراحات، مثلا عندي مثلا بلاجز زي يوتيوب، يبقى احط مثلا بلاج يوتيوب. عندي مثلا لا، المهم ان انا احط باجز بلجن كمبيوتر معرفش يعني. هتختار انت الحاجه اللي ليها علاقه بالفيديو اللي انت بتقدمه، مثلا تصميم فيديو اعلاني اهو سوشيال ميديا، فانا اخترت. وبعد كده بدوس التالي. بعد كلمه التالي دي وانا مش هيرضى يجيب لي التالي. بعد كلمه التالي بيحولك ان انت تعمل صور والكلام ده كله. فانا مش هخش اتعمق في الموضوع ده. لو عايز اتعمق واعمل لك فيديو مخصص ازاي تضيف خدمه في اكونت تاني، ممكن اعمل لك اكونت تاني واعملها لك، بس حط لي في الكومنتات لو لقيت حد مهتم بالموضوع ده. هنروح للنقطة التانية اللي هي نشرح الإعدادات دي. طبعا الإعدادات دي بتبقى إعدادات مثلا الإيميل. هنا بقى مثلا بيقول لك أنت عايز تبقى مشتري ولا مش عارف إيه، ممكن تعدل الإعدادات هنا. عندك مثلا المظهر، ممكن تظبط في المظهر اللي أنت عايزه، فاتح داكن مثلا، فاتح أهو يخلي الموضوع فاتح، أنا مثلا بخليه داكن عشان إضاءة والكلام ده كله تمام. إثبات داخل مستقل، مثلا لو أنت عايز توثق الحساب بتحط تدخل معلوماتك الشخصية، فأنا مش هينفع أحطها. حسابات البنكية اللي أنت بتربط بيها عشان تبقى موجود على الموقع، او اللي هو تبقى تعرف تسحب ارباحك. يعني مثلا عندي هنا اهو الرصيد، انا شايل السحب ده لان كان في مشكله عندي في البطاقه. انا عندي الرصيد الكلي الموجود $52 اهو، رصيد معلق 32، ما ينفعش اسحب الا 20 بس. باقي لي لازم بعد ما الخدمه انت بتعملها مثلا لازم يعدي على 14 يوم من التسليم عشان تنزل لك في رصيد متاح تقدر تسحبه، فاهم؟ فانا دي لسه هتتحدث بكره، ال 32 دي هتطرحها على تبقى 52. فهمت الفكره؟ اللي يقول لك الموقع مش شغال، اللي يقول لك الموقع ما بيحولكش فلوس، كل ده كذب. بيحول وانا اهو ساحب من عليه بدل المره اكتر من 20 مره. ديك شايف كل دي سحوبات، كل دي طلبات انا عملتها، تك 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 اهو. انزل، هننزل مع بعضنا من 2020. انا ما بشتغلش والله على الموقع، انا رامي 3 4 خدمات، والخدمه اللي بتجي لي بعملها زي ما انت شايف كده اهو. دي كل فتره 25 25 20 26 20 26، كل مره كده انت فاهم. $52 قبل ما تبدا، قبل ما تخلص السنه 25. انت فاهم؟ ممكن يجيب لك كل فتره كده 60 $70 كده وانت مش واخد بالك خالص. وانا زي ما قلت لك ان انا بشرح لك على القناه هنا الحاجات اللي انا جربتها، مش بشرح لك اي حاجه وخلاص عشان بس الناس اللي بتسال والكلام ده كله. انا بشرح لك تجربه مرت بيها، انت عايز تاخد بيها امين، مش عايز تاخد بيها دي حاجه ترجع لك. انا مش لا استفيد منك بحاجه ولا اخسر منك حاجه ولا الكلام ده كله، فاهم الفكره؟ فانت زي ما قلت لك لو عندك اي استفسار اكتبه لي. لا زي ما قلت لك برضو انا بشرح لك الحاجات، لسه في شروحات ده جايه كتير الفتره الجايه، هشرح لك فيها طرق تجيب منها فلوس. عايز اي استفسار سيبوا لي في الكومنتات. عايز شرح الجزئيه معينه بشرح بطريقه اكبر او بطريقه تفصيليه اكتر، اكتب لي كومنت تحت وانا هقول لك، وانا هعمل لك فيديو تاني شرح للتفاصيل كامله. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو ان شاء الله يعجبك، فكمل الفيديو معايا عشان في نقطه تانية لسه هنتكلم فيها وبس. فأهم حاجة لازم تشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. ويلا نكمل الشرح. بس كده في النهايه بعد اصول النجاح على خمسات. دلوقتي الاسرار اللي بتفرق بين حد بيكسب وحد بيتعب من غير اي نتيجه. اول حاجه التخصص اقوى من التنوع، وده مش انك تعمل خدمات في كل المجالات، تركز على مجال واحد بس ويكون في اسم. خمسات بيحب المتخصص والعملاء كمان. السر الثاني الرد السريع. في دراسات بتقول ان البياعين اللي بيردوا في اول ساعه بيحصلوا على طلبات اكتر بكتير من اللي بيردوا بعد 24 ساعه. فعل اشعارات وخليك حاضر على طول. السر الثالث اطلب تقييم بادب، بمعنى ان انت بعد ما تسلم وتاكد ان العميل راضي ابعت له رساله بسيطه سعيد انك رضيت عن الشغل، لو عندك دقيقه تقييمك هيساعدني اكتر. معظم العملاء الراضيين بيعملوا ده لو طلب منهم بادب جدا. السر الرابع والاخير صور شغلك دايما. كل مشروع انت بتخلصه احتفظ بصوره منه وضيفه للبورتفوليو بتاعك. البورتفوليو الغني بيبيع نفسه. هتيجي تسالني تقدر تكسب كام من الموضوع ده على خمسات؟ والله خليني اقول لك ان في الشهور الاولى ممكن تعمل ما بين 2000 ل 5000 جنيه مصري في الشهر لو اشتغلت بانتظام وعندك طلبات شهريه. وبعد ما تبني سمعه وعندك تقييمات ممكن توصل ل 5 و15000 ل 20000 كمان في الشهر حسب نوع الخدمه وسعرها. المتخصصين في البرمجه والتسويق ممكن يتجاوزوا الارقام دي بكتير لان الطلب عالي والاسعار اعلى. والاهم من ده كله ان خمسات مش للثراء السريع، هي بناء بطيء لكن مستدام، وكل تقييم بتاخده هو استثمار في مستقبلك على المنصه. واحنا هنا وصلنا لاخر الفيديو، شفتوا كل الخطوات على الشاشه: التسجيل، انشاء الخدمه، التعامل مع العملاء، وكمان السحب. كل حاجه موجوده. والسؤال دلوقتي ايه المانع الوحيد انك تبدا؟ واللي انت تعمله دلوقتي 3 خطوات. اول حاجه تفتح خمسات دوت كوم دلوقتي وسجل على حسابك
بياخد 5 دقايق زي ما انا شرحت لك فوق، وهتلاقي اللينك في الوصف. تاني حاجه فكر في مهاره واحده عندك وابدا اكتب وصف خدمتك الاولى. تالت حاجه حط في الكومنتات انا هقدم خدمه كذا وانا ارد عليك شخصيا واساعدك تعملها صح. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.